النهاردة جاية أشاركهم حاجة من قلب الأرض اللي ربتني. إحنا اتعلمنا قيادة مش من الكتب، لكن من الغيط، من التعب ومن الشغل اللي بيجمعنا كلنا. تعالوا نفتح كلامنا على مبادئ قيادة حقيقية، مبادئ طالعة من الطين ومجربة على أرض الواقع. لو عايزين تتعلموا القيادة صح، تعالوا معايا على الغيط. أصل الفلاحة المصرية علمتنا مبادئ القيادة قبل ما الكتب تتكلم عنها. القيادة مش بدلة شيك ولا مكتب كبير، القيادة طريقة حياة متعاشة، وبداية الحكاية دايماً من البيت والأرض والناس اللي حواليك. بصوا هنا، القمح ده عمره ما يكبر لو اشتغل عليه فرد واحد. واحد يرمي البذرة، واحد يروي، واحد ينظف، واحد يحصد. ده أول مبدأ من مبادئ القيادة. توزيع الشغل صح يساوي نجاح أكبر. اللي يشيل كل حاجة لوحده يتعب، واللي يشارك ينجز أكتر. مبدأ تاني، نظام النوبات. إحنا في الغيط اتعلمنا إن الشغل لو من غير نوبات الدنيا تتلخبط. كل واحد ليه دور وليه وقت وليه مسؤولية. الولد الصغير يساعد على قده، والكبير يشيل أكتر، وكلنا نكمل بعض. وده أصل القيادة، مش إنك تعمل كل حاجة، لكن إنك تخلي الكل يعرف دوره. وتالت مبدأ، العدل. الشغل اللي فيه عدل يبقى فيه هدوء. لما الكل يشتغل الكل يتقدر، وده بيبني احترام وانتماء وشخصيات تعرف تقود نفسها قبل ما تقود غيرها. القيادة مش اختراع جديد، احنا تربينا عليها في الأرض، في البيوت وفي العشرة. طبقوا ال3 مبادئ دول: توزيع ونوبات وعدل، وهتشوفوا الفرق في بيوتكم وشغلكم وطريقة حياتكم. واوعوا تنسوا، القائد الحقيقي مش اللي يمشي قدام الناس، القائد الحقيقي هو اللي يمشي معاهم. القيادة مش صوت عالي ولا حد بيؤمر وحد بيسمع. القيادة إنه كلنا نكمل بعض وكل واحد يعرف دوره. ولو في يوم لقيتوا الدنيا ملخبطة، ارجعوا لأصل القيادة، لل3 مبادئ اللي تربينا عليهم: توزيع، نوبات، وعدل. وبإذن الله هتلاقوا الراحة في بيوتكم وفي شغلكم. أنا بنت الفلاحة المصرية، وده كان درس صغير من دروس القيادة.